رايح الجولة الرابعة، أهم حلقة ليك في الفانتزي. بعدها هتروح تعمل سكيلتك على طول، لأننا هنا في الحلقة دي جبنا لك أفضل لاعبين في كل مركز وأهم الترشيحات واللاعبين ديفرنشال وأهم اللاعبين من كل ماتش. فأنت اللي عليك تعمل لايك وتصلي على النبي ويلا بينا. واول ماتش في الجوله هو ماتش ارسنال ونوتنغهام فورست. فاهم اللاعبين من ارسنال احنا شفناهم اخر ماتش ليهم خسروا من ليفربول والاداء ما كانش احسن حاجه يعني. فاهم اللاعبين من ارسنال اول واحد اكيد العنصر المضمون جدا هو جيوكريس، وهو اهم اللاعب عندهم وعند نوتنغهام فورست، فممكن يساهم بصراحه. انا شايف لو ممكن يعمل مساهمه في الماتش ده. وتاني لاعب عندهم الخطير جدا هو تيمبر. شفناه في الجوله اللي قبل اللي فاتت جاب 72 نقطه، شفناه بيتقدم كتير جدا، فممكن يعمل اي مساهمه امام نوتنغهام فورست. وتالت لاعب الديفرنشال بصراحه انا بقول هيبقى ديفرنشال جدا، لو نزل اساسي هيبقى ميكال مورينيو. شفناه في التوقف الدولي مع اسبانيا جاب هاتريك، فلو نزل ماتش نوتنغهام فورست انا شايف لو هو ممكن يعمل حاجه بصراحه. واهم لاعب من نوتنغهام فورست هو كريس وود. انا شايفه كريس وود اهم لاعب عندهم، اما ما تجيبش حد منهم تاني بصراحه. وانا بتوقع الماتش ده هيخلص لصالح ارسنال لكن مش بالكلين شيت. وتاني ماتش هو ماتش بورموس وبرايتون. فاهم اللاعبين من بورموس اهم لاعب عندهم هو اكيد يعني سيمينيو. اللاعب ده خطير جدا وليه كل ماتش احتماليه كبيره جدا ان هو هيسجل او هيساهم، لانه افضل لاعب عند بورموس. وانت لازم يكون معاك سيمينيو لانه دايما ضامن تشكيل اساسيه وقدام برايتون، فانا شايف له ممكن يساهم بصراحه. وتاني لاعب عند بورموس خطير جدا اللي جاب جول الماتش اللي فات هو ايفانيلسون. انا شايف ايفانيلسون هيبقى عنصر كويس جدا لانه عنده برايتون الجولة دي، فممكن يساهم بصراحة عشان هو برضو المهاجم بتاعهم، هو ممكن يساهم علشان بيجيله مساحات كتيرة جدا في الماتش. فلو عايز بقى عنصر ديفرنشال فانا بنصحك بتافيرني لانه برضو لاعب خطير جدا، فممكن يساهم في ماتش زي ماتش برايتون. فانا بقولك دول اهم لاعبين من بورموس. واهم لاعبين من برايتون واهم لاعب عندهم هو ميتوما. الماتش اللي فات عمل اسيست وممكن يعمل اي مساهمه هجوميه قدام فريق زي بورموس، فميتوما عنصر كويس جدا لو عايز تجيب حد ديفرنشال. وتاني لاعب عندهم هو ديفرنشال جدا هو منتيه، ممكن يساهم في ماتش زي ماتش يعني بورموس، اي خطا دفاعي من بورموس يعني ممكن ميتيه يستغله او ميتوما. فانا بقول لك دول افضل لاعبين عند برايتون، وانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح بورموس لكن مش بالكلين شيت. ونيجي بقى لماتش نيوكاسل وويلفز. الماتش ده هيكون ماتش كويس جدا لانك هتجيب لعيبه من نيوكاسل، واهم لاعبين عند نيوكاسل اهم عنصر عندهم هو ممكن يعمل مساهمه دي هو إيلانجا. انا شايف الويلفز ضعيف دفاعيا جدا، فممكن إيلانجا يعمل اي مساهمه هجوميه. فانا بقول لك إيلانجا هيكون عنصر كويس جدا، فلازم يكون معاك إيلانجا بصراحه. وتاني لاعب عند نيوكاسل اللاعب الديفرنشال جدا ممكن ينزل الماتش ده هو ويسا. الصفقه الجديده انا شايف ايديها وممكن يبدا بيه لانه بصراحه ويسا عنصر كويس جدا، فممكن تجيب ويسا لو انت عامل تشكيله فري هيت. وثالث لاعب المدافع القوي جدا اللي ممكن يعمل مساهمه هجوميه هو ليفرامنتو. انا شايف ليفرامنتو بصراحه مدافع كويس جدا وبيتقدم كتير جدا وكمان ممكن يطلع بالكلين شيت، فدول اهم عناصر عند نيوكاسل. فلو عايز تجيب عنصر من ويلفز فانا بصراحه بقول لك ما تجيبش منهم لان الماتش ده هيخلص صالح نيوكاسل، وانا بتوقع الماتش ده هيخلص صالح نيوكاسل وبالكلين شيت. ونيجي الماتش استون فيلا وايفرتون. انا بتوقع الماتش ده هيكون فيه اهداف كتيره جدا، فانا بصراحه مش بنصحك ان انت تجيب اي حد من الدفاع. واهم لاعبين من استون فيلا اهم لاعب عندهم اللي انا بتوقع يساهم جدا هو روجرز. انا شايف روجرز بصراحه ممكن هيساهم في الماتش ده لان ممكن يجيله مساحات في الماتش ده ويساهم يعني ويرجع الثقه فينا اللي احنا نجيبه. واهم التاني لاعب عند استون فيلا هو واتكنز. انا شايف الواتكنز بصراحه ممكن يساهم الماتش ده، فانت لو معاك واتكنز لعبوا الماتش ده. فلو عايز تجيب حد من ايفرتون فاهم اللاعبين عندهم هم جريلش اهم لاعب عند ايفرتون، احنا شفناه في مساهماته الماتش اللي فات واللي قبله كمان، فده اهم لاعب عند ايفرتون. فلو عايز بقى تجيب حد ديفرنشال جدا فانا بنصحك بديسوبري هال لانه لاعب كويس جدا وممكن بيتقدم كتير جدا وكمان رخيص جدا، فممكن يساهم في ضد استون فيلا. وانا بتوقع الماتش ده هيخلص لصالح استون فيلا لكن مش بالكلين شيت.
نيجي بقى الماتش كريستال بالاس وساندرلاند، الماتش المغري جدا انت تجيب منه لعيبه. فاهم لاعبين من كريستال بالاس، اهم لاعب في الحراسه اكيد هو هندرسون ممكن يطلع بكلين شيت في الجوله دي. واهم لاعبين من خط الدفاع هو لاروكس وريتشاردز ومونوز بصراحه هيكون لاعب ديفرنشال جدا للجوله دي. وبقى في خط الوسط في لاعب ديفرنشال جدا هو كماده انا شايف له بصراحه ممكن يساهم في الماتش ده قدام كريستال بالاس. فانا بقول لك بصراحه الكماده هيكون عنصر ديفرنشال جدا. وفي الهجوم اكيد لازم يكون عندك في تشكيلتك ماتيتا لانه عنده ساندرلاند وعلى ارض كريستال بالاس، وانا كمان هدرب ماتيتا للجوله دي، فانت لازم يكون معاك ماتيتا، ودول اهم العناصر من كريستال بالاس. فلو عايز تجيب حد من ساندرلاند فانا مش بنصحك انت تجيب منهم حد خالص الجوله دي، وانا بتوقع فوز كريستال بالاس وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي الماتش فولهام وليدز، الماتش ده مغري جدا انت تجيب منه لعيبه. فاهم اللاعبين من فولهام، اهم لاعبين عندهم في الدفاع هو اندرسون وباسي، انا شايف دول بصراحه افضل خيارين للدفاع عندهم. وفي خط الوسط جايب لك اللاعب ديفرنشال جدا ومسعر 4.5 هو كينج، انت هتدعي له والله وهتشوف اللاعب ده هيساهم في الماتش ده. وتاني لاعب من الديفرنشال ممكن تجيبه في خط الوسط هو ايوبي، اللاعب ده خطير جدا فممكن يساهم في الماتش ده. فدول اهم لاعبين من فولهام، فما انصحكش انت تجيب اي لاعب من ليدز، فانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح فولهام وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي لماتش توتنهام وويست هام، الماتش ده هيكون ماتش حلو جدا لانك هتجيب لعيبه من توتنهام. فاهم لاعبين من توتنهام هم قدوس لاعب خطير جدا فممكن يساهم في الماتش ده. وتاني لاعب هو فان دي فان في الهجوم في الدفاع ممكن يساهم في الماتش ده او يعمل اي مساهمه هجوميه، ممكن كمان يطلع بالكلين شيت. ودول اهم لاعبين من توتنهام. وبرده في جونسون خيار ديفرنشال جدا، هو بس عنده ويست هام اللي دفاعهم ضعيف جدا فممكن تجيب يعني جونسون. فدول اهم لاعبين من توتنهام. فاهم اللاعبين من ويست هام هم بوين ولوكاس باكيتا، دول اهم لاعبين من ويست هام. فانا بتوقع الماتش يخلص لصالح توتنهام لكن مش بالكلين شيت. الماتش اللي بعده هو ماتش تشيلسي وبرينفورد، الماتش ده هيكون حلو جدا لانك هتجيب عناصر من تشيلسي. فاهم اللاعبين من تشيلسي هو جواو بيدرو لانه اكتر لاعب صراحه في عند تشيلسي وبيعمل مساهمات كتيره جدا. فلو عايز عنصر ديفرنشال في خط الوسط فعندك انزو لاعب برضه ديفرنشال جدا ممكن يساهم في الماتش اللي فات، فممكن يساهم في الماتش ده والماتش اللي فات ساهم بجون واسيست، فانزو ديفرنشال جدا. فلو عايز كمان لاعب في خط الدفاع ديفرنشال جدا فعندك توسن لاعب كويس جدا ممكن يطلع بالكلين شيت. وبرده كوكوريلا لازم يكون معاك في شكلتك لانه بيتقدم كتير جدا وممكن يعمل اي مساهمه هجوميه، ودول اهم لاعبين من تشيلسي. ولو عايز تجيب حد من برينفورد فاهم لاعب عندهم هو تياجو ودانجو تارا، ودول اهم لاعبين من برينفورد. فانا بتوقع الماتش ده يخلص لصالح تشيلسي لكن مش بالكلين شيت. نيجي الماتش ليفربول وبيرلي، الماتش هيكون فيه اهداف كتيره جدا لصالح ليفربول. فاهم اللاعبين من ليفربول اهم لاعب عندهم اكيد هو محمد صلاح. الماتش ده هيكون عنده مساحات جدا، فانت ممكن برضو تتربل محمد صلاح هتكون تربله كويسه جدا. وبرضو ممكن تجيب ايكتيكي هو علشان انا بتوقع له هو هينزل الماتش ده، وايزاك هيقعد على الدكه علشان هو اكيد مش جاهز لانه اخر ماتش لعبه كان في الموسم اللي فات مع نيوكاسل. فانا بقول لك بصراحه ما تجيبش ايزاك الجوله دي لانه هيقعد على الدكه. ولو معاك ايكتيكي لعبه برضو جاكبو هيكون عنصر كويس ديفرنشال كويس جدا. فلو عايز تجيب حد في الدفاع فاهم لاعبين هم فان دايك وكيركيز علشان هو ممكن يعمل مساهمه هجوميه. ولو عايز تجيب حد من بيرلي فاهم لاعب عندهم هم فوستر وانسوني. وانا بتوقع الماتش يخلص لصالح ليفربول لكن مش بالكلين شيت. وبقى الماتش الاخير في الجوله هو ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ديربي مانشستر. اهم لاعبين من مانشستر سيتي هو هالاند، اكيد احنا شفنا هالاند في التوقف الدولي الماتش اللي فات جاب 5 تجوان وعمل اسيستين. فهالاند هيكون لاعب كويس جدا وانت لازم يكون معاك هالاند في شكلتك لانه انا متوقع بصراحه لو الماتش ده هيساهم. وهالاند اهم لاعب عند مانشستر سيتي. فلو عايز تجيب حد تاني فممكن الماتش ده تجيب دوكو لانه مرموش اتصاب، فدوكو احتماليه لو هو ينزل بقت كبيره جدا وممكن يساهم قدام مانشستر يونايتد. ودول اهم لاعبين مانشستر سيتي. فلو عايز تجيب حد من مانشستر يونايتد فاهم اللاعبين عندهم هم برونو فرنانديز ومبيمبو، انا شايف دول اهم لاعبين مانشستر يونايتد. وانا متوقع الماتش ده يخلص صالح السيتي لكن مش بالكلين شيت. ونيجي لفقرة الكباتن المضمونين للجولة دي هم محمد صلاح وهالاند وجواو بيدرو، والكباتن الريسك للجولة دي هم ماتيتا وقدوس، والكابتن المجنون بقى للحلقة دي هو ايوبي. كده نبقى خلصنا حلقة نصايح الجولة. لو عندك اي استفسار فانتي اكتبه في التعليقات واشترك في القناة. سلام.